بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. النهاردة يا شباب هشرح معاكم حاجة بسيطة خالص في الإلستريتور. يعني الموضوع مش هيبقى متوقف على الإلستريتور بس، لا احنا إن شاء الله هنغطي حتة جزئين. الجزء الأول إزاي تخش على موقع زي فريبك وتختار إن التوبيك اللي أنت هتنزله يكون فور فري، وكمان إن هو يكون فيكتور عشان تعرف تشتغل عليه الإلستريتور. بعد كده هنشوف ازاي هندخل او هنفتح الفايل ده على الالستريتور، وبعدين نقسم الفايل للايرز منفصلة عن بعضها. اول حاجة هتفتح جوجل كروم، وفوق تكتب فريبك، بس انا عندي هنا الموقع كنت يعني حاطه هنا في ستار، فهتخش على فري فيكتور. ده الموقع. تمام. هتلاقي هنا عندك في السيرش، وليكن مثلا احنا عايزين نجيبه صورة مثلا اي حاجة، وليكن كار، اي حاجة بس للشرح. كار طبعا بالانجلش، كل الكلام هنا على الموقع بالانجلش. يعني في طريقة لو انت مثلا مالكش اوي في الانجليزي، هتقوم فاتح جوجل ترانسليت، تكتب ترانسليشن هنا هيطلع لك جوجل. طبعا هتكتب الحاجة اللي انت عايزها بالعربي هنا، هتاخد الترجمة بتاعتها. مثلا هي احنا كاتبين كار، هتكتب هنا عربية، هتطلع لك دي عربية اللي هي اللغة العربية. تكتب بقى سيارة، معلش سيارة، سوري سيارة. هتطلع لك الكار اهي، تاخدها كوبي، وبعدين تروح على فري بيك وتحطها هنا بيست، وبعدين تبدأ تسيرش. طبعا احنا كلنا عارفين ان الالستريتور مش بينفع انك تعدل عليه. الافضل انك تكون فيكتور، بلاش انك تكون يعني في طريقة تانية ان هي تكون مش فيكتور، تكون الحاجة اللي انت هتشتغل على الالستريتور تكون مثلا صورة عادية وانت تحولها لفيكتور. ودي ليها طريقة، لو حابين اشرحها لكم عادي ازاي تحول الصور لفيكتور. لكن احنا هنا هنشتغل ان احنا عايزين فيكتور، فهتيجي على الشمال هتلاقي هنا في فلترز، تحت الفلتر في اسيست تايب. فاحنا عايزين هي هو بيقول لك انت عايز فيكتور ولا عايز صورة ولا عايز ايكونز ولا عايز فيديوز ولا عايز ايه بالظبط. فاحنا هنختاره فيكتورز، واللايسنس تكون اعطينا تو اوبشنز، هل هي فري ولا بريميوم قصدي يعني بالفلوس. فاحنا هنختار اللي هي الفري. هيجي لك الاوبشنز دي كلها عربيات، كلها فيكتورز، وكلها فور فري، تقدر تنزلها ببلاش، وكلها تقدر تعدل عليها. تمام. العربية دي شيك قوي، ممكن تفتحها كده وتبدأ بقى ايه. هتلاقي هنا داونلود، هندوس على داونلود ونفتحها في الالستريتور. نحاول نشوف اي حاجة تانية يمكن تعجبنا، مثلا حاجة احسن. الحاجات دي كرتونية اكتر، ناخد دي عشان تبقى اكتر من حاجة، وممكن اوريكم عليها اكتر من حاجة. فندوس داونلود، هيقول لك فري داونلود، هيبقى فري داونلود قشطة ماشي. هتنزل معاك هنا، تحطها في اي حته. مثلا انا عندي على الديسكتوب في فايل اسمه نجار على ما تفرج كده، كان بروجكت شغالين عليه، مفيش مشكله ندوها اي اسم، وليكن مثلا 1 2 3 اي حاجه، وبعدين سيف. تبدا تنزل معاك. بعدين هنروح على الفايل بتاع نجار على ما تفرج. اسمه مضحك شويه بس هو كان بروجكت حلو يعني مسلي، فانا مش لاقيه فين البروجكت. مش مهم. هتيجي هنا تلاقي عندك الداونلودز اهوت. هنا هديك تو اوبشن، شو ان فولدر، هتدوس على شو ان فولدر. هتلاقي الفايل بتاعك اللي هو 1 2 3 اهو. عندك اختيارين، يا اما دبل كليك، لو دوست دبل كليك عليه هيفتح معاك، وبعد كده هتختار يعني مثلا لو دوسنا دبل كليك هوريك كده، هيفتح معاك بالشكل ده. هتلاقي الالستريتور قدام منك هنا اهو، تقوم فاتح في الالستريتور، او رايت كليك عليه وهتعمل اكستراكت هير. هو هيعمل انزب
للفايل ده بدل ما هو مضغوط هيقسمه لك لفولدرات منهم الالستريتور، بس انا بفضل اسيبه مضغوط زي ما هو. دبل كليك هنا وافتح الالستريتور اهوت، دبل كليك هيقوم فاتح اوتوماتيك في البرنامج. تمام. استنى شويه بس قبل ما يفتح. يفتح معانا بالشكل ده. طبعا انت لو جيت تاخد اي حاجه هنا، يعني مثلا لو جيت اخد اي حاجه مثلا من العربيات هلاقيها كلهم محطوطين في كومبوزيشن واحده، وكلهم في جزء واحد مع بعض. فطبعا ده مش حاجه سهله ان انا اتعامل معاها. عندي طريقتين. نبدا بالطريقه يعني الاسرع. علشان اخد اي حاجه من هنا، مثلا لو انا فتحت فايل، رحت على فايل بعدين نيو، سميت مثلا هنا مثلا كار، سوري لازم يعني انا بحب الانجليش احسن، عشان بعض البرامج بتحتاج ان هي تكون الاكستند بتاعها او الامتداد بتاعها يكون انجلش، عشان ما يسببش يكون انجلش، علشان لو بقى في عشان تشتغل مظبوط. لكن لو كان مثلا انت مثلا مسيف حاجه في فايل انجلش، وحطيت الفايل ده جوه فولدر مكتوب بالعربي، اسمه بالعربي، كده المسار مش واحد، حاجات انجلش وحاجات عربي، تضرب معاك حاجات، فاهمني؟ فانت تخلي مسارك كله في الحفظ، يعني تيجي تسيف اي شيء يا كله انجلش، او غالبا تخليه كله انجلش، ولو البرنامج اللي انت شغال عليه بيدعم العربي خليه كله عربي فيكون احسن. وانا بفضل صراحه ان هو يكون كله انجلش. فمثلا لو فتحنا نيو كومبوزيشن او فتحنا نيو بيج، لو سميناها كار، وهنحط هنا اليونت بتاعتنا بيكسلز، تمام، باي ويتس واي هاي، يعني مش فارق معايا قوي يعني الموضوع ده دلوقتي، وادوس اوكي. افتح معايا بالشكل ده. دلوقتي انا عايز اخد آه العربيه دي بس، مثلا العربيه الاولى دي واوديها هناك، احطها هنا. فزي ما قلت لك عندك طريقتين. الطريقه الاولى انك هتعمل كنترول وشيفت وتختار الاجزاء اللي انت عايزها من العربيه دي. يعني مثلا عملت لك زوم كده، مثلا انا عايز الاوكرا دي او عايز العجله دي، هعمل كنترول وشيفت وهسلكت هنا وسلكت هنا، تمام، هسلكت على كل الاجزاء، ماشي، وبعدين اسحب كده هتتسحب معايا، تمام. بس الطريقه دي يعني هي صعبه شويتين، ممكن ايه تنفع في بعض الحاجات اللي هي ما فيهاش تفاصيل كتير، وحاجات تانية مش تنفع معاك، تمام. طيب دي كانت الطريقه الاولى. طيب هل انا ينفع مثلا او ممكن مثلا في خلال الطريقه دي ممكن نجرب حاجه تانية برضو؟ خلينا نجرب حاجه تانية مع بعض. لو عملت سيلكت على كله كده وعملت رايت كليك، هم هتلاقوا المفروض ان هم يكونوا في وان جروب، لا هم اوريدي في وان جروب، فاحنا كنا عايزين نعملهم ان جروب، تمام. على فيو. طيب بلاش الطريقه دي، احنا هنيجي هنا على لايرز. انا كان في اللي كنت عايز اقوله لك ان هو ممكن هنا كلهم يكونوا وان جروب، يعني لو دوست هنا مثلا او هنا مثلا دول وان جروب، بالظبط كده، عشان انا بس كنت واخد خلفيه معاها. لا انا عايز دول بس، هتعمل كده هتلاقيهم جروب، هتقوم عامل ان جروب ليهم بحيث يبقى كل ايتم فيهم لوحده. خلاص كده كل ايتم فيهم بقى لوحده. اقدر اخد كل واحده من دول مثلا كنترول سي اهي، واحطها هنا كنترول في، تمام. طيب تعالى العربيه دي، انا العربيه دي مثلا عايز افصصها هي بقى كل حاجه فيها لوحدها. لو انا جيت هنا عملت كده وبعدين رحت على اللايرز وجيت افتح، هلاقيها بالشكل ده متقسمه حتت كده، متقسمه حتت. طيب ايه العمل عشان اقسم دي كده؟ العربيه دي اخدها كده اقسمها لايرز. هقول لك انا اول حاجه مثلا هتعمل زوم كده، وهاجي مثلا على جزء العجلات دي، هقوم عامل سيلكت عليها كلها كده بالماوس، وانت دايس على كنترول شيفت. خلاص انا خدت كده الحته بتاعت العجله، وبعدين هعمل كنترول اكس، كنترول زد، انا عايز حته بتاعت العجله كلها مثلا كده، تمام. هو كده واخد معاها حاجه تانية.
فاحنا عايزين نشوف العجلة دي، كنترول زد. بس كده كده انا واخد، شوف هي معاها ايه، لا واخد كده العربية كلها. طيب هقول لك حاجة حلوة، هتيجي هنا وهتيجي على السهم ده. انا بس بقول لك الحلول الاصعب اللي احنا ممكن نفكر فيها وتنفع معانا، وبعد كده نشوف الحل التقليدي المعروف ايه. هتيجي هنا كده وهتلاقي هنا حاجة اسمها سيكونس، ريليز تو لاير سيكونس، هتدوس عليها خلاص بقت لاير سيكونس اهي. لو فتحت دي هتقف على دي ماشي، وهتعمل هنا برضو ريليز تو لاير سيكونس، بقت كل حاجة في لاير لوحدها. خلاص قفل بقى الكلام ده كله تاني واعمل نيو لاير، وتعالى بقى خدها حتة حتة. هنيجي بقى على العجلة دي زي ما كنا جايين من شوية، خلاص هي بقت لوحدها. تعمل سيلكت عليها كده، تعمل كنترول اكس، تمام، وتيجي على اللاير اللي انت عملتها لوحدها دي وتعمل كنترول اف، تمام. طيب هي فيها مشكلة هنا ليه مش عايزة تيجي؟ طيب هنشوفوا اصل المشكلة ايه، نشوفوا اصل المشكلة ايه. لو خدت بالك انا كل ما اعمل سيلكت هنا على العجلة دي بلاقي الاطار كله اتعمل له سيلكت، ده معناه ان الاطار الخارجي للعربية دي مرسوم مع بعضه. طب تعالى نجرب، شوف كلامي صح ولا لا. هنعمل كنترول وشيفت وناخد الدايرة اللي جوه دي ونسحبها لتحت، دوس على الشيفت واسحب، او مثلا نسحبها لتحت مفيش مشكلة، وبرده كنترول وشيفت ودوس على الدايرة الداخلية دي واسحبها لتحت. دول معمولين جروب، فانا عايز دي لوحدها، كنترول وشيفت ودوس عليها واسحبها لتحت. حلو جدا. تعالى بقى الدايرة دي كمان كنترول وشيفت ودوس عليها واسحبها لتحت، مفيش مشكلة، تمام. واللمعة دي كمان برضو اهي، كنترول وشيفت، كنترول زد، دوس على كنترول وشيفت وسلكت الاتنين دول مع بعض، وبعدين اسحب لتحت وانت دايس على الشيفت عشان تنزل معاك في خط مستقيم. حلو. بص بقى الغلطة اللي كانت بتحصل ان لما كنت بسلكت كده من شوية، تعال نجربها هنا اهو كده، من شوية وانا دايس على الكنترول والشيفت كان بيعمل معايا ايه، بياخد جسم العربية معايا. اتاري جسم العربية زي ما قلت لك معمول على بعضه از وان لاين، خط واحد، تمام، علشان كده كان بيسحب معايا. المهم فانت كده زي ما انا قلت لك فصلنا كل حاجه في لاير. هنا هتقوم واخد جسم العربيه ده تعمله كنترول اكس، وهتيجي جاي هنا في اللاير دي اللي انت كنت خدتها لوحدها فوق، وهتعمل كنترول اف. خلاص جسم العربيه كده بقى في لاير لوحده، تمام. العجل ده بدل ما هو كل حاجه لوحدها هتقوم عامل ايه، سلكت عليه كده وتعمل كنترول جي، هيبقى كله وحده واحده بدل ما هو كان مزهقنا في حياتنا. او بدل ما تعمل كنترول جي اعمل كنترول زد، هو كل حته لوحدها دلوقتي، كل حته لوحدها. يعني لو جيت سحبت مثلا كده دي هتطلع لوحدها، لا انا عايزه على بعضه. ممكن تعمل كده من غير كنترول جي وتعمل كنترول اكس برضو، وبعدين تعمل نيو لاير جديده، وبعدين عليها تسلكتها وتعمل كنترول اف، فاصبح هو كمان في لاير لوحده. بس انا بفضل هما كده كلهم في لاير لوحدهم، بس لو فتحت اللاير دي هتلاقيها متقسمه. انا بفضل ان انت تعملها كده اهو وبعدين كنترول جي. بس انت كده فهمت الفكره، انا وريتك الصعوبه او الطريق الاصعب. طيب تعالى نجرب كذا، طب تعالى نجرب كذا، طب دي ما نفعتش دي نفعت، وبعدين قلت لك الطريقه اللي احنا بنتبعها. تعمل نيو لاير، بتشوف الشخص الرسام الاصلي كان ماشي ازاي بسيكونس عامل ازاي، وبعد كده بتبدا انت تفكك بقى خلاص انت فهمت دماغه عامله ازاي، تبدا تفكك بقى براحتك. نفس الفكره هنا بقى. خلاص هتاخد دي كنترول جي الاول، بقى في جروب واحد لوحدهم اهو، وبعدين هتروح هنا وتعمل تقفل الكلام ده، تعمل نيو لاير، وبعدين كنترول اكس، وبعدين في اللاير اللي انت عملتها الجديده كنترول اف. اصبحت معايا برضو العجله دي لوحدها اهي، العجله دي لوحدها، جسم العربيه لوحده اللي هو ده، جسم العربيه ده لوحده. مش راضي يختفي ليه؟ تعالى كده تحت هنا اهو، جسم العربيه ده لو فتحنا هنا هتلاقيه عامل سيلكت عليه،
مش فاهم ليه ما بيختفيش، بس احنا كنا عاملينه من شويه وكان بيختفي. هقول لك انا، علشان احنا ما فصلناهوش في جروب لوحده، فهو لازال موجود فين؟ موجود هنا اهو. تمام. بالتالي لو جيت اخفيت هنا بقى هيختفى معاك اهو. تمام، هيختفي معاك. بس دي كانت الحلقة باختصار. عايزين نكمل تفكيك العربية، تفكيك العربية دي الموضوع سهل مش صعب. محتاج منك بس ان انت تمشي بدماغ اللي راسم مش بدماغك انت، وبعد كده تبدأ تفصص كل حتة لوحدها، بحيث تقدر بعد كده تدخلها على برنامج الافتر افكت وتعمل الموشن بتاعك وتحرك العربية دي زي ما انت عايز. اتمنى اكون افدتكم ولو بحاجة بسيطة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامة.